الحسن المرقسي للمالتي ميديا. وصب ماء في مخزن وغسل أرجل التلاميذ فأيضا إليه سمعا بطرس ليغسل القدم فقال له لست تغسل قدمي إلى بدناب فقال مخلص قد سمع بطرس أنا أقول لك أنه إن لم أغسل قدميك فليس لك معي نصيب. قد سمع لمخلصنا يا ربي يسوع المسيح ليس قدمي فقط بل يدي ورأسي وكان يعلمهم قائلا أنا غسلت أرجلكم وأنتم أيضا يجب أن يغسل بعضكم أرجل بعض. اطلبوا من الرب عنا يسجد إلى آباء الرسل والاثنين والسبعين تلميذا ليغفر لنا خطايانا نفس أرض اليفيوم من شيرين نفر نفمع إسقوة واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. مبارك الرب الاله يا جميع الامم بارك الرب ولتبارك جميع الشعوب للرحمه قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين. هللويا.
فنسألك أن تفضل في هذا اليوم المقدس ولا حياتنا بكل سلام الدار كيف ربنا أيها السيد رب الإله دارك كل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكر على كل حال وعلى كل حال وفي كل حال لأنك سمعتنا وعدتنا وحفظتنا وقربتنا بك واشفقت علينا وعرضتنا أتيت والنفعات وارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة حبيبك يا رب الكتاب هذا اليوم في كريستوس والتقديس أحسن سوس الرسول والتقديس والتسكان والشهيد وأنس الكهن والتقديس وحنا ذاتي الفم والتقديس الرجل والتقديس باسيوس والتقديس الرجل سنة وسنة آخر والمئة وخمسين في القسطنطينية والمائتين من فم علينا من قبل رئيس الكهنة غابة الأنبا ورئيس الكهنة وشريك الخدمة الرسولية من رسول من فم علينا من فم حفاظة الجنة مبارك من اسمك القدوس والله والنور لأن تسلمتم ربنا قد سلمته إليكم أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وقصر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم هذا اصنعوه لذكري وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري فإنكم كلما تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت الرب إلى أن يغلب لأن كل من يأكل من هذا الخبز أو يشرب من كأس الرب بغير استحقاق يكون مهرما في جسد الرب ودمه فليمتحن الإنسان نفسه هكذا فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق فإنما يأكل ويشرب دينونة لنفسه إذ إنه لم يميز جسد الرب
ومن أجل ذلك كثر فيكم المرضى والسفراء وكثيرون يقولون فإننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. وفي بينونتنا هذه إنما يؤدبنا الرب منا ندان مع العالم. إذا يا إخوتي حين تجتمعون للأكل فلينتظر بعضكم بعضا، وإن كان أحد يجوع فليأكل في بيته، لكي لا يكون اجتماعكم للدينونة. وأما الأمور الباقية فعندما آتي أرتبها نعمة الله تكون أرواحنا يا آبائي وأخوتي. آمين. الذي
وخلص نفوسنا كلنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له الملك الدائم إلى أبد. ولما كان المساء اتكأ مع تلاميذه ال12 وفيما هم يأكلون قال لهم: الحق أقول لكم إن واحد منكم سيسلمني. فحزنوا جدا، وابتدأ كل واحد منهم يقول: لعلي أنا هو يا رب. أما هو فأجاب قائلا: الذي يلمس يده معي في الصحفة هو الذي يسلمني. وإن ابن البشر ماضي كما هو مكتوب عنه. فويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. قد كان خير ذلك الإنسان لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال: لعلي أنا هو يا معلم. فقال له: أن تكون. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وباركوا وقسموه وأعطى تلاميذه وقال: خذوا كلوا فإن هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا من هذه الكأس كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم إني من الآن لأشرب من عصير هذه الكرمة إلى ذلك اليوم الذي فيه أشرب معكم جديدا في ملكوت أبي.
لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلق به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرياسات والسلطات والأرباب والقوة أنت الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم له الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بالغاية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونجينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى انقضاء دعوتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وزرار الموت باسمك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة
آمين. تجسد وتأنس وعلمنا شرب الخير ونعم لنا من البلاد الذي من فوق راس الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا منسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين. من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب يوم للمجازاة. هذا الذي يظهر فيه بيدينا المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد كحسب أعماله. يا رحمتي يا وليس كخطا يا Depse charity fefmo, roib onchim beozmo. Abici oike jenem gine thuagana tarchine unazzolevo en makari oromo perrefkato. إنا إجبار بالروم اسمي آمين. Abu sheb shoyed beharu betefo feliutefoti. Ovo hekirenti o onebe eta shebehmo.
Epimenides, Ohen Apostolos et Omar, Efmoemos, Geciso Egon Tefetir, Faemarki Faesno Perdeti Diasik Imberi, et Ona Morfeo Legent Senolen Hankamishin Setir, et Moe Volenteni Nuovi, Faearek Fenepa, وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى الآخر. آمين 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 بموتك رب مبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات مع وقيامتي من الأموات والصعود إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآن وظهور الثاني الآتي من السماوات المهوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذين على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدة سبحا مباركا مظلوما ونسبوطلا نرسلوا بيويكنين تفايكن صوم أفوابن اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب هذه التي اقتضيتها لك الدم الكريم الذي المسيح احفظها بسلام وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا اذكر يا رب أبينا الطوباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تودروس الثاني
وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا داروس والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامتهم أنعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيع بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل جرة آبائنا الأرثوذكسيين يا رب والساكنين فيها بإيمان تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها يا رب يا رب أسألها كمقدارها كنعمتك فليح وجه الأرض بأرواح حرثها ولتكسر أثمارها عدا للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والطفل من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد لا قلوبنا فرحا ومعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين Yeah.
عبادك موعدك في كل شيء كما تبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أن نقف في هذا الموضع المقدس مع أفعالنا نفوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مصافين لشركة وصول أسرار الهي وبالكثرة يبصرون
محرقة عوضا عنه. فذبح إسحاق كان إشارة إلى هرب المسيح ابن الله على الصليب عن خلاص العالمين. وكما حمل إسحاق حطب المحرقة كذلك حمل المسيح خشب مؤمن أن هذا هو بالحقيقة